في الفيديو ده هنشرح الأكشنز دي تسجيل خطوات في البرنامج، يعني بنفذ مجموعة خطوات مرة واحدة وبسجلها وبختار لها اختصارها مثلا وليكن F2، وممكن أنفذ الخطوات دي على صورة تانية بالضغط على F2. يعني مثلا أنا عامل أكشن لتحويل الصورة الأربعة في 6 إلى 4 صور بالشكل ده. كل اللي بعمله إن أنا بضيف الصورة وبضغط على F2 ألاقي الصورة على طول اتحولت للشكل ده. ده الأكشن اللي أنا عامله. هسيب لكم رابط أسفل الفيديو بيشرح الأكشن بتاع الصورة الأربعة في 6، صورة بتاعة الاستديو. الأكشنز دي بتسهل عليا شغل كتير جدا. يعني أنا لو عندي 50 صورة عايز أنفذ عليهم خطوات ثابتة، فأنا بنفذها على أول صورة وأسجل الخطوات وأعمل لها اختصار F2 مثلا، وبعدين أفتح ال 49 صورة وأضغط على F2 بس، فتتنفذ عليها الأكشن بسهولة جدا وبسرعة جدا. بس كده. تعالوا نشوف بنعمل الأكشن إزاي. هنروح من قائمة ويندو ونختار أكشنز. دي الأكشنز اللي موجودة في البرنامج اللي نازلة معايا، يعني ممكن نحذفها من الثلاث شرط اللي فوق دول وبنختار Clear All Actions. هنضغط على علامة الزائد اللي تحت عشان نعمل أكشن. هكتب اسم للأكشن وبعدين هختار اختصاره وليكن مثلا F2، وممكن اختار مع ال F2 كنترول او شيفت او كنترول وشيفت مع بعض. انا هختار F2 بس بدون كنترول ولا شيفت. وممكن اختار لون للاكشن عشان اميزه بيه، يعني لو انا عندي اكشنز كتير يبقى هو مميز ما بينهم. ونضغط على ريكورد. كده هلاقي العلامة الحمراء نورت تحت اهو والريكورد شغال معايا. البرنامج بيسجل خطوات وليس تايم، مش بيسجل وقت. يعني انا لو عملت اول خطوة في الاكشن وبعدها بساعة عملت الخطوة التانية، هو مش هيحس بالساعة اللي في النص دي، هينفذ الخطوات ورا بعض على طول. هننفذ الخطوات اللي احنا عايزينها، وليكن مثلا هنعمل ضبط للألوان بتاعة الصورة. هضغط كنترول L، كنترول B، كنترول U، وهنضغط على ستوب ريكورد. ده الاكشن اللي احنا عملناه. ممكن ننفذه على اي صورة تانية. تعالوا نضيف صورة تانية ونضغط على F2، هنلاقي الاكشن اتنفذ عليها. او ممكن بدل ما بضغط F2 بضغط على علامة البلاي اللي تحت دي. لو دخلنا جوه الاكشن هيعرض لي التغييرات اللي انا عاملها في كل امر. يعني في الليفل انا مغير في الارقام ايه، في الكولر بالانس، في الهيو اند ساتوريشن. ولو ضغطت كليكين على اي خطوة من دول هيجيب لي كمان القيم بالظبط اهو اللي انا مغير فيها. لو عايز اغير في قيم اي خطوة من الخطوات دي بضغط كليكين على الخطوة اللي انا عايزها وبغير في القيم بتاعتها واضغط على اوكي. لو عايز البرنامج يفتح لي الخطوات اللي موجودة في الاكشن وانا اللي اغير فيها كل مرة، بعمل ايه؟ بضغط على المربع اللي جنب كل خطوة بالشكل ده، ولما اجي اضغط F2 الاقيه بيفتح لي كل مرة الاوامر وانا اغير فيها. لو عايز امر من الاوامر ما يتنفذش معايا بلغي علامة الصح اللي جنبه. لو عايز احذف امر من الاوامر اللي موجودة في الاكشن بختاره وانزل تحت واضغط على الباسكت. لو عايز ازود خطوة على الاكشن او عدة خطوات بضغط على الريكورد وبعمل الخطوات اللي انا عايزها. لو عايز اعمل اكشن تاني بضغط على علامة الزائد برضو وبسميه اي اسم وبضغط برضو على ريكورد واعمل ستوب ريكورد. الست دي مجموعة من الاكشنز بيبقوا جواها. يعني البرنامج بيبقى عامل ست يعني مجموعة، وجواها مجموعة اكشنز. يعني ممكن اعمل اكتر من ست انا، وكل ست فيها مجموعة اكشنز. عشان نعمل طيب ست جديدة بروح من الاختيار ده وبسمي الست اي اسم انا عايزه. انا هسيبها ست 2 زي ما هي يعني. لما اجي اعمل اكشن جديد بيقول لي انت عايز تضيف الاكشن ده لست 1 ولا ست 2. ممكن نحفظ الست 1 او الست 2 على الكمبيوتر بتاعنا، يعني بيحفظ الست كلها بالاكشنز اللي فيها وبعدين بحفظهم على الكمبيوتر عندي وبعدين بضيفهم لجهاز اخر. يعني انا لو عندي جهاز كمبيوتر في البيت وجهاز كمبيوتر في الشغل وعايز الاكشنز اللي في الجهاز الكمبيوتر اللي في البيت اخدهم احطهم على الجهاز الكمبيوتر اللي في الشغل، بعمل ايه؟ هختار الست اللي انا عايزها وليكن ست 1 واضغط على الثلاث شرط اللي من فوق دول واختار سيف اكشنز واحفظها بالشكل ده.
وبعدين هروح لجهاز الكمبيوتر اللي في الشغل عندي وهضغط على الثلاث شرط برضو، وهعمل المرة دي لود اكشن واختار الاكشن اللي انا حفظته في البيت عندي. نفس الفكرة برضو لو انا حملت اكشنز من الانترنت، بعد ما بحملها برضو نفس الفكرة، بروح للثلاث شرط اللي من فوق دول واعمل لود اكشن. لو عايز اعدل في الاختصار او اسم الاكشن بضغط كليكين على اسم الاكشن وبعدل زي ما انا عايز. ملحوظة هامة، لما اعمل اكشن لازم اخد بالي من الوضع اللي كانت عليه الصورة اللي انا نفذت عليها الاكشن. يعني مثلا كانت باك جراوند، ولا كانت لاير عادية مكتوب عليها مثلا لاير 1، ولا كان اسمها ايه بالظبط. الفكرة فين؟ دلوقتي انا عندي صورة نفذت عليها اكشن معين، لازم لما اجيب صورة تانية انفذ عليها نفس الاكشن تكون في نفس مواصفات الصورة الاولانية، يعني تبقى نفس الاسم. ساعات بنحتاجها برضو تكون نفس الحجم مثلا. ده مش في كل الاكشنز اللي بننفذها، ده في بعضها. يعني مثلا تعالوا نشوف الاكشن بتاع الصورة الأربعة في 6 دي. مثلا انا بنفذ الاكشن على الصورة بعد ما اخليها 4 في 6، فمعنى ذلك ان الاكشن بيتنفذ بعد ما الصورة تبقى مقاسها 4 في 6. فلازم اي صورة اضيفها احولها ل4 في 6 الاول، وكمان اخلي اسمها نفس اسم الصورة الاولانية وما اخليهاش باك جراوند، وابدا انفذ الاكشن. يا رب تكون الصورة وضحت، وشكرا.